مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه ابتداء من أمسية اليوم بحول الله بتساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الغربية، وهذا نتيجة لاضطراب جوي نشيط الفعالية. إذن كمية الأمطار قد تصل أو تفوق محليا 40 ملم، وهذا على كل من ولاية شمال ولاية بشار، النعامة، سيدي بالعباس، عين تيموشن، تلمسان، وحتى بوهران، وهذا إلى غاية ظهيرة يوم الغد بإذن الله. يجب أخذ الحيطة والحذر. إذن بالنسبة ليوم الغد أمطار رعدية مرتقبة على كل الولايات الغربية إلى غاية شمال ولاية بشار، برودة محسوسة، احتمال لتساقط الثلوج على القمم التي يفوق علوها 1000 متر. الرياح أيضا ستكون مرفوقة بهذا الاضطراب الجوي، تكون قوية على كل المناطق الغربية وحتى على المرتفعات الشرقية. أما بالمناطق الوسطى الأجواء ستكون متقلبة مرفوقة ببعض الأمطار التي ستكون أكثر غزارة نحو الهضاب الوسطى. أما المناطق الشرقية ستشهد سحب سفلى عابرة. جنوبا أجواء من مشمسة إلى مغشاة جزئيا من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب مع تطاير للرمال محليا. البرودة ستكون محسوسة خلال ليلة اليوم، 3 درجات فقط بباتنا، 9 درجات بوهران، بغردايا، بأدرار وتندوف، 12 درجة بالعاصمة وعنبة، ومقاييس ما بين 11 إلى 16 درجة بالجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة خلال ظهيرة الغد ستعرف انخفاض محسوس، إذن برودة على كل الولايات الغربية، 9 درجات فقط بالبيض، 14 درجة بوهران، 11 درجة فقط ببشار، 17 بتندوف، 20 درجة بكل من العاصمة وتيتي وزو، 20 درجة أيضا جنوبا ببسكرة والواد، 25 درجة بوسط الصحراء، و33 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح معتدلة على العموم ضمن تيارات شرقية إلى جنوبية شرقية على سواحل الشرقية، تدور إلى شمالية شرقية على سواحل الوسطى، لكن سرعتها ستشتد أحيانا نحو السواحل الغربية خاصة تحت وقع الرعود. بالنسبة لبعض عواصم قارة آسيا أجواء مشمسة على العموم ستميز يوم الغد بإذن الله كل من بكين، هونغ كونغ ونيودلهي. تكون غائمة على بانكوك وداكا، مرفوقة بأمطار على كل من طوكيو، مانيلا، سنغافورة وجاكرتا. 6 درجات فقط ستسجل كأدنى مقياس ببكين، وترتفع إلى غاية 33 درجة ببانكوك وجاكرتا، وهذا كأعلى مقياس. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و37 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.